النهاردة جاي احكي لكم قصتي. هي مجنونة شوية وبعيدة عن المنطق بكل الطرق، بس للأسف ده اللي حصل معايا. اسمي سيد، عندي 27 سنة، من مواليد المنوفية. الموضوع بدأ معايا بإني كنت بحب أعذب الحيوانات وأي كائن حي صغير، معرفش ليه بس كنت بحس بلذة وأنا بعمل كده. والموضوع بدأ يتطور معايا لحد ما وصلت لبني آدمين، واللي يساعدني في كده أكتر إن ليا واحد صاحبي كان ليه في الدارك ويب والديب ويب والحاجات اللي كلها ممنوعات دي، حشيش، سلاح، تجارة أعضاء، باختصار أي حاجة شمال. وبما إنه عارف ميولي السدية بتاعت التعذيب دي، عرض علي عرض ما قدرتش أقاومه. قال لي في حاجة على المواقع دي اسمها ريد روم، وهي عبارة عن مكان بتعمل فيه بث مباشر أو بتطلع لايف شبه التيك توك كده، بتفتح والناس بتبعت لك فلوس، بس مش عشان انت بتشحت الفلوس دي زي بتوع التيك توك او انك بتعمل احكام مثلا. انت هنا بتاخد فلوس عشان اللي باعت لك الفلوس دي بيديك معاها امر لازم تعمله. بيبقى في شخص حقيقي معاك في الاوضة، بتكون مكتفه في كرسي، وحرفيا اي طلب بيطلب منك بتعمله. تكسر ضوافره او سنانه، تسلخ جلده من على لحمه، تكسر عظمه، واوقات بتوصل لانك تقتله على حسب الشخص ده دافع قد ايه. وكل ما يدفع اكتر بيكون الامر اكبر واصعب. وطبعا انت اللي بتحدد. اي حد بيدخل الغرفة بيطلع له على الشاشة ان عشان يتعمل في الشخص اللي في الفيديو كده يدفع قد كده. وصاحبي ده قال لي لو على الناس اللي هتعذبها ما تشغلش بالك، في ناس مكلماني على الموضوع ده وهيبعتوا لنا، هم ناس جاهزة لا نعرفهم ولا يعرفونا. وكده كده الدارك ويب محدش هيعرف عليه احنا مين، ولا هيعرف يوصل لمكاننا مهما كان مين. بصراحة الموضوع أغراني ووافقت على طول. وعدى أسبوع وجاء أول يوم لشغل الريد روم. رحت لصاحبي ده لمكان قال لي عليه. المكان كان عبارة عن غرفة كلها لمض لونها أحمر، وفي واحد متكتف في نص الأوضة وقدامه جهاز كمبيوتر، وطالعين لايف والناس عمالة تبعت فلوس عشان اعمل اللي هم عايزينه. الموضوع طلع بجد وكنت مبسوط جدا لاني كنت بحسب نفسي مجنون. دلوقتي انا مش مجنون، دلوقتي انا نجم العرض ده، والناس داخلة تشجعني وبيشجعوني على الحاجة اللي انا كنت بحب اعملها في الدرة. ومش بيشجعوني وبس، دول كمان بيدفعوا لي فلوس علشان اعملها، وبمارس السدية براحتي. كنت طاير من الفرحة، بس كان للأسف على طول اللي بعذبه ده مش بيستحمل، لأن على حظ اللي كانوا بيجولي كل مرة بيدخلي واحد بيدفع فلوس كتير لحد ما بنوصل لمرحلة سلخ الجلد. وللأسف الناس بعد ما كانوا بيتسلخوا كانوا بيموتوا من النزيف. فكنت كل مرة بستنى صاحبي يجيب لي شخص جديد عشان اقعد امارس هوايتي المفضلة، التعذيب. وفضلت عايش حياتي كده شهور واشبع رغباتي باني اعذب الناس، وفي نفس الوقت بعمل فلوس كتير جدا. لحد ما جه في يوم حسيت اني زهقان، فحبيت اعمل تغيير في الموضوع. اول حاجة
قررت اخلي المكان عندي في البيت، وهو منها ابقى في مكاني وفي نفس الوقت اقلل الفلوس اللي بقسمها مع صاحبي. وتاني قرار اني اروح مقابر وادور على الناس اللي لسه مدفونة قريب واقعد اقطع فيهم. ومش كده وبس، كنت جايب معايا شنطة حافظة الحرارة وفيها اكياس تلج عشان اقطع منهم واحطهم في الشنطة دي، ولما يجيلي حد اعذبه بعد كده هزود في المنيو ان لو اتدفع مبلغ معين هجبره انه ياكل الناس الميتة دي، يا ياكل يا يموت. ولو اختار يموت هبقى كده كده مجهز واحد تاني، واكيد لما يشوفه لما رفض مات هيخاف وهياكل. رحت فعلا المقابر وبدأت في خطتي، وطلعت لايف كمان هناك وانا بعمل كده عشان تبقى كل حاجة قدام الفانز بتوعي. لكن على حظي وانا شغال الغفير شافني، فقعدت اتوسل ليه انه يسيبني واني مش هعمل كده تاني، وركعت على رجلي واول ما قرب مني دبحته. وبدل ما اطلع جثة حد ميت ما قدامي واحد فريش، قعدت اقطع منه واشيل في اكياس لحد ما خلصت كل حاجة فيه، ما بقاش منه اي حاجة. وحاولت على قد ما اقدر اخفي اي دليل يبين ان في حاجة حصلت هنا. وبكده العرض الجديد بتاعي بقى جاهز. رحت فتحت لايف وزودت الامر الجديد في المنيو، وجالي اول ضحية. قعدت على سفرة صغيرة عليها لحمة مشوية، بس هو ما يعرفش ايه مصدر اللحمة دي، وقلت له اقعد كل في اللايف ده. وكنت مجوعه بقاله يومين فما اهتمش هو بياكل ايه ولا فين، المهم انه ميت من الجوع وهياكل لحمة وبكمية كبيرة كمان. قعد ياكل زي المجنون، ولما خلص اكل قلت له انت اللي انت اكلته ده لحمة بني ادمين. اول ما خلصت الكلمة قعد يرجع في الأوضة وبهدل الدنيا، فانا والناس اللي بتتفرج اتقرفنا. احنا ساديين وبنقطع في اشلاء بني ادمين، بس بنقرف من الحاجات المقرفة عادي. وللأسف حد من اللي بيتفرجوا بعت امر ان اقتله علشان مقرف، وكالعادة ما اقدرش ارفض لاني نسيت اقول لكم ان اي طلب هرفضه هيتعمل فيا انا، فكده كده لازم انفذ. وغير كده انا كنت بستمتع بده جدا، فانا مش خسران اي حاجة. بعد اللايف ده باسبوع كل ما اروح لبقال اشتري اكل او اروح لاي مكان من اللي انا متعود اروح له الاقيهم بيقولوا لي في حد جه سأل عليك وشكلهم حكومة، انت عملت حاجة؟ كنت برد واقول هتلاقيه تشابه اسماء، هو انا بنزل من بيتي اصلا؟ وكنت بقول لهم كبروا دماغكم. بيني وبينكم كانت دماغي بتروح لحوار الريد روم، بس ما كنتش قلقان قوي برضو، لان المفروض ان الدارك ويب متشفر، مستحيل حد يعرف مكانك. حتى الفلوس اللي كانت بتجيلي كانت كلها بيتكوين، ولو ليك في الديب ويب والدارك ويب او بحثت عنهم قبل كده فاكيد انت عارف ان دي عملة مشفرة ومستحيل حد يتتبعها طلعت منين او راحت فين. عدت الايام وانا مكبر دماغي ومش فارق معايا، لحد ما جه يوم 22/7. كنت مجهز المرة دي شخصين، وكنت سالق رجل الغفير وحطيتها زي ما هي قدامهم وباينة ان هي رجل انسان، وقلت لهم اللي هيخلص نصيبه الاول هو اللي هيعيش. وكنت عامل تصويت زي الرهان كده، اللي كان هيختار صح ليه اللايف اللي جاي امر ببلاش. والاتنين كل واحد فيهم كان عايز يعيش، فبدأوا ياكلوا وهم مجبورين وغصب عنهم. بس لما بتتحط في موقف انك لو ما عملتش حاجة معينة هتموت،
صدقني هتشوف جانب من شخصيتك عمرك ما كنت تعرف انه موجود. وهما قاعدين بياكلوا سمعت صوت خبط جامد على الباب. طنشت ومرضتش افتح، قلت هتلاقيه صاحبي عايز يدخل يقول لي حاجة، وانا مش هوقف اللايف الجامد ده عشان اسمعه. وانا مركز معاهم ومع اللايف اتفاجئت بالباب اتكسر وان في بوليس في المكان، واتقبض عليا في وقتها وحرروا الناس اللي انا واصحابي خاطفينهم دول عشان نطلع بيهم لايفات. واتقبض عليا، وهنا بدأت اشك في صاحبي انه بلغ عني لاني كنت باخد النسبة الاكبر من الفلوس، وكان دايما بيقولي ان دي فكرته هو وهو اللي عرفني الطريق. لكن بعد ايام وانا مسجون عرفت اني لما كنت في المقابر وذبحت الغفير نسيت السكينة اللي ذبحته بيها هناك، وكانت طبعا بصماتي عليها، فعرفوا انا مين وعرفوا يوصلوا لي بسببها. وبما انك بتسمع او بتقرأ القصة دي فده معناه حاجة واحدة بس، اني دلوقتي ميت، لان صدر حكم باعدامي والنهاردة التنفيذ، ودي اخر حاجة هكتبها في مذكراتي. عارف اني عملت غلط كبير، بس كل الناس بتغلط، انا مش اول حد يغلط في حياته. يا ريت تدعيلي بالرحمة، والاهم من انك تدعيلي انك تدوس لايك وتشترك وتفعل الجرس وتسيب رأيك تحت في الكومنتات. وبس، خلصنا.